النهارده هنجاوب على اكتر سؤال بيتسأل على حقن بديل التكميم او المونجارو او البروكات او العيله دي من الحقن. ايه هو اكتر مريض ينفع معاه الحقن ديت؟ دايما اول ما حد بيسالني هل يا دكتور انا هينفع معايا الحقن ديت ولا لا؟ طبعا الحقن ديت زي ما اتفقنا هي علاج سحري وعلاج سريع جدا لموضوع السمنه. فاكتر نوعين انا شايفهم يعني محتاجين قوي الحقن ديت، هو اول واحد اول نوع من المرضى اللي البي ام اي بتاعه او البادي ماس اندكس او معدل كتله الجسم بتاعه فوق ال 35، اللي هو وصل لمرحله ان السمنه في الوقت دوت بقت مهدده لحياته. يعني مش مجرد بس زياده في الوزن او مجرد شكل زياده عايز اظبط شكلي ولا لا، لا انا وصلت للسمنه في الوقت دوت اللي هو المعدل كتله الجسم بتاعه بقى فوق ال 35. ده خلاص بقت مهدده لحياته. فالعيان دوت اصلا او المريض دوت هو اصلا كان داخل يعمل عمليات تكميم. فبالتالي الحقن البروكات او المونجارو اللي هي حقن بديل التكميم حقن التخسيس ملائمه قوي جدا، وهي اصلا معموله لحد زي ده، بالذات لو كان الحد ده كمان عنده بقى حاجه زي الضغط او عنده زي السكر. الحاجات دي كمان مع السمنه فبتبقى دي حاجه اسمها بنسميها حاجات مهدده للحياه. فبالتالي هو ده افضل عيان هيستفاد من الحقن دي. طيب النوع التاني من المرضى هو حد حاول كتير، ما عندوش إرادة اللي هو يكمل، ما عندوش القدرة كده اللي هو يعني دايما مش قادر يسيطر على نفسه في موضوع الأكل. فدي برضو بتقفل معاه الشهية بشكل كويس قوي، فبتخليه هو قادر بقى خلاص، فبتديله الدفعة الأولانية عشان يقدر يكمل. يبقى النوعين اللي احنا اتفقنا اللي هم يقدروا ياخدوا حقن البروكات أو حقن المونجارو أو حقن بديل التكميم هما النوعين دول: حد البادي ماس اندكس او البي ام اي بتاعه اكتر من 35، او حد تاني مش قادر يسيطر على موضوع الجوع، مش قادر يبدا، مش عندوش الاراده اللي هو يبدا في موضوع الدايت ويبدا يكمل ان شاء الله. لو اي حد عنده سؤال على حقن البرو كات يبعت لنا في الكومنت، يبعت لنا الوزن والطول وهنرد عليه. ويلا ما تفوتوش عروض شهر يناير، عندنا عروض الحقن البرو كات. كل حقن البرو كات معاها جلسه كرايوثيرابي او جلسه ميزوثيرابي، واي كورس برو كات 4 حقنات مع 4 حقنات ميزوثيرابي، حقن موضعي او 6 جلسات كراي. يلا مستنيينكم في مراكز يوكان ويومكم جميل.